يا أهلاً يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا عودوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في ليلة قبل بداية الدراسة كان فيه ولد اسمه آدم. آدم كان قلقان جدا من المدرسة الجديدة. يا ترى المدرسين هيبقوا طيبين؟ يا ترى هلاقي أصحاب جداد؟ وهو بيفكر لقى على مكتبه حقيبته الجديدة بتنور. فتحها بسرعة وسمع صوت بيقول: أنا حقيبتك السحرية، مش أي مدرسة تخوفك طول ما أنا معاك. آدم اتفاجئ وقال: إزاي يعني؟ ردت الحقيبة: أنا مش بس شنطة كتب، أنا بحفظ أسرارك وبفكرك إن الشجاعة جواك. كل يوم لما تحط كتاب جديد أو قلم أنا حزودك بطاقة تعلم وصبر. في تاني يوم راح آدم المدرسة، وأول ما دخل الفصل الحقيبة همست له: ابتسم، ابتسامتك هتفتح قلوب الناس. وفعلا المدرس ابتسم له والأولاد سلموا عليه. ومع مرور الأيام لقى آدم نفسه شاطر، عنده أصحاب ومبسوط جدا. وفي آخر الأسبوع لما فتح الحقيبة لقاها سكتت، لكن مكتوب جوا ورقة صغيرة: أنا مش حقيبة سحرية، أنا ثقتك بنفسك. يا ولاد، أوقات بنفتكر إننا محتاجين حاجة سحرية تخلينا أقوياء، لكن الحقيقة إن القوة موجودة جوانا بالثقة والابتسامة وحبنا للتعلم. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.